السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة الشيش طاووق. طريقة سهلة جدا وبجد زي المحلات بالظبط، واحسن كمان طبعا عشان احنا ضامنينها عاملينها في البيت. زي ما احنا شايفين كده انا عايزة نص كيلو وراك هي مخلية، بتيجي من عند بتاع الفراخ، تقولهم عايزة بس شيش طاووق. دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا جبنا بولة عشان نعمل طبعا الخلطة بتاعت الشيش طاووق. بسم الله. عايزة معلقتين زبادي زي ما احنا شايفين كده، كمان عايزة معلقة صلصة. بسم الله. وكمان عايزة اقول لكم دي تركة من عندي، هحط نص معلقة صغيرة كاتشب كده، بجد بيخلي التتبيلة في حتة تانية. طبعا كمان هحط معلقة ملح صغيرة، الملح حسب الرغبة. بسم الله. كمان هحط نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، هحط كمان معلقة صغيرة توابل لحمة. محدش يستغرب، مش فراخ، عشان انا مش عايزاها توابل للفراخ، بتبقى بتدي اللون الكاري كده او اللون الاصفر ده، فدي توابل لحمة. بجد جربوها، تدي نكهة وطعم حلو جدا. كمان كده زي ما احنا شايفين هحط نص عصرة ليمونة كده، هحط كمان نص معلقة بصل بودر، وكمان نص معلقة توم بودر، هحط كمان نص معلقة صغيرة بابريكا، وهحط كمان معلقتين زيت. كده تمام كده الخلطة. كده زي ما احنا شايفين احنا طبعا قلبنا كل التتبيلة اللي احنا عاملينها دي مع بعض. دلوقتي بقى هناخدها وننزل بيها على الشيش طاووق، او اللي هي الايه الفراخ، او وراك الفراخ، بس تكون مخلية. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا عايزة اوريكم. بصوا بتبقى بتقطعوها كده بالشكل ده، يعني ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. دلوقتي بسم الله ننزل بالتتبيلة. بسم الله. وهنقلب بقى كل التتبيلة كده في وراك الفراخ او شيش طاووق. انا عايزه اقول لكم بقى بعد ما نسيبها في التتبيله دي، يا ريت تسيبوها ليله كامله في التلاجة، بس لو حابين بعد ساعه او 2 تعملوها اوكي عادي، يعني ممكن تعملوها، بس بجد ريحتها بجد تحفه. كده بقى زي ما احنا شايفين هنقفلها بستريتش ونسيبها بقى لمده ساعه او 2 لو هتعملوها على طول. لو مش هتعملوها على طول سيبوها ليله كامله في التلاجة. دلوقتي بقى زي ما هوريكم كده، دلوقتي احنا طبعا هنقطع طماطم بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بس هنشيل منها زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه بس الحته اللي بره القشره من غير اي حاجه جواها. وكمان قطعت زي ما احنا شايفين كده فلفل الوان وفلفل عادي اخضر اللي حابينه عندكم، وكمان بصل زي ما احنا شايفين كده. بس دلوقتي برضو عيدان الشيش طاووق العيدان بتاعتها هننقعها نص ساعة في مية دافية عشان ما تتحرقش مننا في الفرن. زي ما احنا شايفين كده دي عيدان الشيش طاووق، بعد ما زي ما قلت لكم حطيتها في مية طبعا دافية نص ساعة عشان ما تتحرقش في الفرن. كده زي ما احنا شايفين انا عملت واحدة. دلوقتي بقى هوريكم هنعمل ايه. دلوقتي هنجيب عود كده من الشيش طاووق، هنحط واحدة بسم الله كده بصلة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنحط واحدة فلفل زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت واحدة كده. بعد ما حطيت الشيش طاووق برضو كده عملت واحدة. نعمل كل الكمية كده زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين احنا خلصنا كل الكمية. دلوقتي هنحطها في الفرن. الفرن طبعا يكون شغال بقاله مثلا ربع ساعة او تلت ساعة على درجة حرارة 180. حوالي هتاخد نص ساعة او ساعة الا ربع. برضو شوفوها عشان ممكن في فرن غير فرن
فشوفوها لما تحمر من فوق كده من وشها، يبقى كده تمام خلاص استوت. لو شفتوها استوت وما احمرتش من فوق، ممكن تشغلوا الشوايه شويه. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بصوا بجد طالع تحفه تحفه بجد. يا ريت تجربوه، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وكل سنه وانتم طيبين.